ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو النهارده هنعمل مع بعض سبونج كيك ناجحة وهشة جدا وطرية قوي بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. بس الاول لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتوا اول مرة تشوفوني اهلا وسهلا بيكم في مطبخ روح الفؤاد. دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها. عندي كوباية ونص سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، عندي بعد كده كوباية ونص دقيق، نص كوباية نشا متضافة على الدقيق وعليها رشة ملح، وعندي 5 بيضات فصلت الصفار عن البياض. أي حاجة هنستخدمها في الوصفة دي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وعندي 65 ملي مية دافية، أو بمعنى أصح حوالي 3 معالق مية. في الستاند ميكسر هضيف بياض البيض، 5 بياض بيض عليهم نص كمية السكر وعصرة ليمون أو رشة ملح بسيطة، وهضرب بعد كده على سرعة عالية. ممكن اللي ما عندوش ستاند ميكسر ممكن يستخدم مضرب البيض العادي. هفضل كده أخفق البيض مع السكر. هنا لسه لينة يعني بتطلع من قرب، بصوا بيتهز ازاي، يبقى هي كده لسه عايز تتضرب تاني، لسه الخليط مش جاهز معايا لحد ما يبقى قوام متماسك كده عامل زي قوام الكريم شانتيه، ان انا لما اقلب الطبق ما ينزلش منه حاجة، يفضل ماسك نفسه زي ما هو. هاجي بعد كده عندي صفار البيض، هضيف عليه نص كمية السكر الباقية وهقلب. انا هنا قلبت بالويسك عادي، ممكن تقلبوه برضو بالستاند ميكسر او بمضرب البيض اللي يريحكم لحد ما هوصل لقوام لونه فاتح كده، لون المايونيز بالمنظر دوت. وبعد كده هضيف عليه رشة فانيليا، طالما فيها بيض يبقى اكيد فيه فانيليا. وهضيف المية الدافية اللي انا قلتلكوا عليها، حوالي 3 معالق كبار مية، أو لو حد عايز يستخدم الميزان يبقى 65 ملي مية. هبتدي أنخل الدقيق أو المكونات الجافة، الدقيق والنشا والبيكنج باودر فوق صفار البيض اللي احنا ضربناه مع السكر. هضيف الدقيق على 3 مرات، كل شوية هحط حبة وهقلب كده بالويسك، مش هقلب جامد علشان ما ينشطش معايا الجلوتين، هقلب بالراحة. هضيفه على 3 مرات لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. كل شوية هحط حبة وأقلب بالويسك لحد ما اوصل للقوام ده قوام مظبوط جدا. وبعد كده بصوا لما قلبت الطبق اللي محطوط فيه البيض اللي هو بياض البيض مفيش اي حاجة بتقع، هضيف بياض البيض اللي احنا ضربناه على برضو 3 مراحل، وهقلب من تحت لفوق بالراحة عشان ما طلعش الهواء اللي احنا حطيناه. كل المكونات بالظبط هتتكتب في صندوق الوصف علشان مفيش حاجة تضيع أو تتنسي مننا. بقلب كده بالراحة عشان مخسرش كل الهواء اللي احنا عملناه. وادي كده المرة التانية، احنا قلتلكم هنضيف برضو بياض البيض على 3 مرات، واقلب بهدوء واتأكد ان كله اختلط ببعضه علشان لما اجي اسويها ملقاش بياض بيض مستوي كده لوحده على جنب. ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. بصوا لون الكيكة ابيض فاتح جدا، والقوام بتاعها مش تقيل قوي ومش خفيف لدرجة ان هو يبقى سائل، قوام كريمي. هنا عندي صينية مقاس 24، بس انتوا تقدروا تستخدموا مقاس 20، هتطلع ارتفاعها أعلى. أنا كنت محتاجاها مقاس 24، بس لو مقاس 20 هتطلع بيرفكت، يعني هتطلع ممكن تطلع ارتفاعها حوالي 10 سنتي كمان على حسب ارتفاع الصينية بتاعتكم. أنا غلفت الصينية من جوه بورق خبز اللي هو ورق الزبدة أو البارشمنت، وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 160، خدت معايا حوالي 45 دقيقة. بص طالعة مرتفعة وهشة جدا، يعني مش قادرة اوصف لكم طرية قد ايه واسفنجية ازاي، حاجة كده فظيعة. بس شفتوا وصفة سهلة جدا وبسيطة، مخدتش مننا اي وقت.
الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يعجبكم، أشوفكم فيديو جاي على خير، وباي باي.